الصفة دي والله أنا اتعلمتها من الملائكة بجد. والصفة دي أو الحاجة دي فعلا هتخليك سعيد جدا وتريحك، وإن شاء الله ربنا يرضى عنك. صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل. في آية في سورة البقرة، كنت مشغل سورة البقرة، طبعا شغالها في البيت عشان تطرد الشياطين والبركة والسعادة والحاجات دي. فسمعت آية كأني بسمعها لأول مرة، الآية اللي ربنا بيقول فيها للملائكة، ما معناه يعني عشان لو غلطت في الآية، إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة سألت سؤال، عايزة تفهم: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كلنا بيجي لنا تساؤلات من قدر ربنا، أو من أحكام صريحة ربنا، أو من حاجات ربنا أمر بيها إحنا مش فاهمين الحكمة من وراها أو مش فاهمين معناها. فإحنا كلنا بنسأل ربنا في سرنا حتى، وهو ده اللي الملائكة عملته. الملائكة مش بتنكر على ربنا الحكم، هي عايز تفهم ايه الحكمة من عند ربنا. زي ما كلنا بنتساءل في احكام المواريث، ليه المغرب 3 ركعات والعصر 4؟ ليه في صلوات جهرية وصلوات سرية؟ وقيس على كده كل حاجة في حياتك. الرد جه من عند ربنا قاطع وواضح، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طول ما حضرتك مؤمن بأن ربنا هو الحكيم، طول ما حضرتك مؤمن بأن ربنا قدره كله خير، طول ما انت مفوض امرك لله، ما تدخلش نفسك في الجدال اللي هو مدخل من مداخل الشيطان. هو ليه ربنا قال كده؟ هو ليه ربنا امر بكده؟ هو ليه ربنا حكم بكده؟ هو ليه فلان راجل طيب وجميل وجاله مرض وحش؟ هو ليه ربنا الراجل المحترم اللي شغال بالحلال ده رزقه قليل؟ هو ليه؟ كل ده مدخل من مداخل الشيطان. ربنا رد على الملائكة والله أعلم ولله المثل الأعلى عشان يعلمنا، قال إني أعلم ما لا تعلمون. دايما لما تبقى في حاجة محيراك، حاجة مش فاهمها، حكم في الشرع، أمر من أوامر ربنا، حاجة من أقدار ربنا، أنت مش فاهم الحكمة وراها، افتكر رد ربنا سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا عارف الخير، ربنا علمه أزلي، ربنا قضاءه كله خير. اسمع الرد ده دايما في بالك من عند الله سبحانه وتعالى: ليه يا رب؟ إني أعلم ما تعلمون. وفوض أمرك لله، وإن شاء الله كله خير وسعادة. وصباح السعادة.